السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار، فيديو جديد ونهار جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم ملاوي معمرين، مسيمنات معمرين ولا مريويات معمرين، كل واحد شتي يقول لهم. هنا عندي هاد الحشوه هذه ما شاركتهاش معكم، ولكن راها سهله بزاف وبسيطه. هنا عندي العجينه ديال المسمن. هنا راه صوبت واحد الجوج وقلت نشارك مع خواتاتي هاد المسمنات هادو ينوضوا يديروهم في هاد البرد. صراحة الحشوة كما كتشوفوا الحشوة درت فيها غير بصلة مشلضة، خيزو محكوك، كورجيط محكوك، الربيع، العطرية اللي هي شوية د الكمون، شوية د التحميرة، شوية د الحار، وصافي. وشحرتهم مزيان مزيان كما كتشوفوا. هادشي اللي درت في الحشوه، ما فيها لا كفته لا دجاج لا شحمه لا حتى شي حاجه. الصراحه قضيت بداكشي اللي عندي في الدار وجاو رائعين كما كتشوفوا. بالنسبه للعجينه ديال المسمن، درت فيها زلافه ديال الفورس وزلافه ديال الفينو، شويه ديال الملحه، واحد راس معلقه ديال الخميره د الحبوب، راس معلقه فقط. كما كتشوفوا هنايا طلقت الكويره ديالي، درت هنايا الحشوه، كنبقى نلوي الطريقه العاديه ديال المسمن اللي كيعرفها كاع المغاربه. وصافي كنخليها جانبا، وكندوز لوحده اخرى هكايا، حيت غادي ندير وحده في وسط وحده هكا باش كيجي المسمن مورق. كما كتشوفوا راه العجينه عجنتها وخليتها ارتاحت واحد شويه، ضروري تخليو العجينه ترتاح. ومنين تكونوا كتعمروهم تلقوا العجينه مزيان حتى يبان لكم سطح العمل فين كتخدموا بحال هذا الشكل هذا، يجيو مورقين ورقاقين، ما يجيوش باش ما يجيوكم لا معجنين لا والو. ها نتوما الطريقه كيفاش شاركت معكم، طريقه باينه. ملي كنبغي نلوي اللويه التاليه كنلوي بهذه الطريقه هذه باش الحشوه ما كتخرجش من الجوانب وتفرقع هكا الملويه، يعني باش كتجي هكايا كما كتشوفوا انتم غتشوفوا في الطياب ديالها وداكشي. كيف ما كتشوف هنايا راني غادي نبدا نطيب. هنا راه درت المقله تسخن. المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، المهم كلشي كيعرف يورق المسمن، انا شاركت معكم فقط الطريقه ديالي. هانتوما من بعد ما سخنات المقله كيف ما كتشوفوا، حطيت هكايا المسمنه اللي طلقتها بطبيعه الحال، تطلقوها باش تجي رقيقه ما تجيش معجنه من الداخل. كنبقى نستمر على هذه الطريقه، وكي تحطوا المسمنه بواحد شويه تقلبوها، ما تخليوهاش حتى طيب، تبقاو تقلبوا في المسمن باش كيتنفخ وكيجي محلول من الداخل. انا غادي ندير جوج في المقله باش نسربي هكايا دغيا. كيف ما كتشوفوا معايا راهم ساهلين وما كياخذوش الوقت وكيجيو بنانين الصراحه، هكا مع شي طنجره د الحريره ولا غير بريرات ديالها حتى هكا في العشيه، والله ما كاين ما احسن منهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نقلب دابا هذيك الاولى اللي حطيت. هانتوما قبل ما طيب كتقلبوا، تبقاو هكا تدوروا في المليويات ديالكم باش كيتحلوا لكم من الداخل. انا فقط صراحه عجبوني، ما كنتش غنشاركهم معكم، وعجبوني قلت نشاركهم مع خواتاتي. هكا الانسان كيبغي ينوض يدير مليويات معمرين وصحيين، صراحه هادو صحيين. الوليدات الصغار هكايا ما كيبغيوش ياكلوا لنا الخضره، ديروا لهم هاد الطريقه هذه راهم كياكلوهم. الصراحه والله ولدي ما كياكل لا خيزو لا قرعه لا بصله، وهنايا كلاهم الصراحه. ودرت معاهم حتى واحد الريس ديال الثومه في الحشوه، حكيتها باش ما تبانش. وصافي هانتوما كتشوفوا راه كيجيو محلولين الصراحه. هانتوما راه صحيين، ديروهم للوليدات ديالكم هكا ياكلوهم فهاد البرد صراحه، مع بريرة ديال اتاي راه كيجيو شهوه منهم. صافي كنستمر على هاد الطريقه هذه كما كنوريكم. انا تعمدت نوريكم الطريقه ديال الطياب باش هكا تبقاو تعرفوا يعني كيفاش طيبوهم باش كيجيو محلولين من الداخل. ونحاولوا نحمروهم حيت هادو المعمرين كيبغيو يتقرملوا شويه، ماشي بحال الخاوين. ها نتوما كما كتشوفوا راه محلولين من الداخل
راه ما شاء الله تنفخوا. كنبقى كنستمر كنقلب فيهم حتى كيطيبوا لي من كاع الجوانب. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيجيو زوينين الصراحه. انا درتهم هكا في العشيه مع بريد الداتاي، وهذا كان هو الشكل النهائي ديالهم. هنايا قسمت لكم من الداخل باش تشوفوا. هذيك ولدي جا كلاها قال لي والو عطيني. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجيو ما شاء الله رائعين صراحه. هانتوما تلقات الصراحه كميه كثيره. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو كيحمقوا. هانتوما صحيحين للوليدات الصغار ولا الكبار ولا هكا ديروا بهم الكوتي، او لا تعتمدوهم في رمضان، او لا هكا ديروهم دابا مع حريره. هانتوما راه كيجيو محلولين والله الا جاو واعرين. هانتوما نوضو جربوهم لوليداتكم، راه كيجيو ساهلين وبنانين. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ويكونوا عجبوكم هاد المسيمنات اللي شاركت معكم معمرين. عافاكم، ما تنسونيش من البارطاج، بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك. راه بيكم انا باش كنطلع. وشكرا لكم بزاف بزاف، وسمحوا لي كنغيب عليكم والله غير مع واحد المرضى ما شكيت عليكم. ان شاء الله غنكون دائما عند حسن الظن ديالكم. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.